بعيدة جدا على مرمى بخيني. هنا لدينا الكرة لكنها في المكان. لعيب الولد يمر. انظر ما يصنع. الله على الكرة الأولى، المحاولة الأولى. أبعدت إلى بايش يسدد. الله ومن غير بايش يسجل للعراق. كل البدايات بايش. الله عليك يا ابراهيم، الله عليك يا ابو خليل. ابراهيم بايش يضع العراق في المقدمة. ابراهيم بايش اعيد واقول بايشكم حلو يا عراق، ابراهيم بايش يضع اسود الرافدين في المقدمة. لكن الم اقل لكم امرا؟ قلت ولا ما قلت بان العراق سيسجل من تسديده من مسافة بعيدة؟ انا اللي اقوله يصير وبايشكم سجل. افتتح امام العنابي، افتتح التسجيل نعم امام العنابي، وكذلك فعل هذا الامر هناك امام السعودية. بايش ومن غيرك يا بايش يضع الكرة الامامية. ايمن حسين، كل الطرق تؤدي الى ايمن حسين. ما شاء الله على ايمن وما يقدمه. هذا ايمن ولا رونالدو؟ هذا مين؟ هذا ما اعرفه انا. ايمن فوق، نزل ايمن، استلم ايمن. هذا يحاور، هذا ملبوس اليوم، هذا ملبوس. ايمن حسين يقدم اداء كبيرا من خلال هذه المباراة. يمر صلاح خطير داخل منطقة الجزاء، محاولة عمانية خطيرة وركلة جزاء عمانية. نعم عمان لا تأمن عمان على الإطلاق. صلاح اليحيائي يتقدم ويراوغ لاعبي المنتخب العراقي، وبعد ذلك يسقط في منطقة الجزاء ويتحصل المنتخب العماني على ركلة جزاء. هكذا كان هو القرار، بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب. التدخل الذي كان من ضرغام اسماعيل اسقط من خلاله صلاح اليحيائي. وصبر جميل وجلال. الله، ليس اليوم يا عمان. جلول سموه ما شئتم. صبت قلوب العراق وجاء جلال كالماء الزلال. يا عراق انظر يا اسباني، انت لن تعاني. بل انه الكرواتي جلال. كل مواليد العراق اليوم سموهم جلال، كل مواليد العراق اليوم. هنا اللقطة، هنا الكرة، وهنا السقوط الذي كان، وهنا السقوط. عدل الإعادة، شكلها بيها ركلة جزاء. شكلها تقترب إلى ذلك. نعم، أنا ما بيكدر خاطركم، لكن بيها ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العماني. نعم، يقرر بوجود ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العماني. ركلة الجزاء الثانية لعمان. متى؟ انظر إلى هذه الإثارة. يحيائي، عمان تعود. جلال حسن، عمان تعود. تسجل عمان، تعود عمان، يسجل صلاح ويعادل النتيجة في هذا التوقيت. يا لها من إثارة،
نعم أبناء السلطنة يعودون مرة أخرى إلى هذه المواجهة بأقدام صلاح. الأولى تصدى لها جلال، والثانية عاد بها ليحيي آمال العماني وتنتهي المباراة. وننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى الأشواط الإضافية. هكذا هو الخليج، هكذا هي المباريات، هكذا هي الإثارة. ينعو في المباراة إذا ما تتحمل هذه كرة. مطالبة 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 مطالبة. أنا بلساني شامة كنت أتحدث عن ركلة جزاء، كنت أتحدث عن خبر ما، كنت أتحدث عن مفاجأة. وإذا ما تقدر طفي، لكن شغل 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 شغل. ارجع 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 ارجع. ما تعوفة. هنا لدينا ركلة جزاء عراقية. هذا فرح يسبق، لكن قوقية مر وكان السقوط. خليني اشوف. نعم خلاص هي ركلة جزاء. حط في بطنك بطيخة صيفي، حط بطنك رقية بصراوية. حط ركلة جزاء لا غبار عليها للعراق، لا غبار عليها للعراق. لكن العراق ما سجل الثاني. لا تفرح إلا بعد ثاني. عراق يسجل ثاني الأهداف عن طريق عطوان. يأتي الأمان مرة أخرى يا عراق، يعود الأمان مرة أخرى يا عراق. هسه يجي الثاني من أمجد عطوان. هسه يمر جميل، يلعبها جميل. خطره راسهم يابس. العمانيين يا عمان. ماذا فعلت عمان؟ تأتي بهدف التعادل. عن أي جنون نتحدث؟ جميل، يمر جميل ويلعب الكرة على رأس عمر ليسجل التعادل لعمان. عمان عادت. عمان ما تبي تجيبها على البر. عمان تسجل ثاني الأهداف عن طريق عمر. منتخب ميبس راسه. 2-2. خليج البصرة غير. و2-1 أو 2-2. لا والله صارت 2-2، تغيرت إلى 2-2. هكذا أصبحت 2-2. لا يرضى كاساس. لا تروح ترجيح، هي تبي تروح ترجيح. اشعدكم هذا أمجد عطوان يلعب الكرة العالية خطيرة عراقية. الله! لا، ما يحدث هذا أمر غريب، ما يحدث هذا أمر عجاب. لا يا عراق، ماذا فعلتم يا عراق؟ حتى بالانتصار تكونوا بالجروح، حتى بالانتصار يخرج بطلوع الروح. ماذا يفعل العراق؟